السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صابون كوكتيل فواكه باضافة جديدة، لاول مرة اشتغل بالاضافة دي. السبع قطع دول اقل قطعة فيهم الصغيرة اللي في النص تعمل 100 جرام، اما القطع اللي انت شايفاها دي تعدي ال 130 جرام، ممكن توصل ل 150 جرام او 160 جرام. مش مهم الوزن، المهم ان القطعة من دول تقدري تستعمليها على الحوض، تغسلي بيها اطباق ومواعين ما يقلش عن اسبوع. طب الست قطع او السبع قطع دولت هنعملهم من كمية زيت قد ايه؟ من 3 كوبايات زيت بس مش اي زيت، ده الزيت اللي احنا عملنا له عملية غسيل ونقعنا فيه قشور الموالح مش اقل من 10 ايام. تقدري تتخيلي ازاي خواص الزيت ده اتغيرت؟ تقدري تتخيلي ريحته؟ شماها؟ طب انتي نفذت الوصفة؟ طب شميتي ريحة الزيت بعد ما عملت الوصفة دي؟ بصي بقى، لو شمتيه هتشم ريحة مربى، ريحة حلويات، ريحة عصير، ريحة حلوة قوي بعيدة خالص عن ريحة الزيت الوحشة، الزيت المحروق، الزيت المتزنخ. لا، مفيش الكلام ده، في ريحة فواكه. النهاردة هنعمل مع بعض صابون بإضافة جديدة جدا، يمكن ما يكونش حد عملها قبل كده، مش يمكن، أنا عملت عنها بحث ولقيت ناس عملت حاجة شبهها أو قريبة منها، لكن بالمكون اللي هنشتغل بيه النهاردة أنا ما شفتش. لو اي حد فيكم شاف اي فيديو على اليوتيوب بيشتغل بالمكون ده يا ريت يكتب لي في تعليق. طيب هجرب معاكي اول حاجه الرغوه. فكره النهارده مش فكرتي انا، فكره اختكم ام يوسف هاني اللي قدمت لنا قبل كده فكره غسيل الزيت. كل الناس اللي شاركتنا معاها في افكارها مش طالبه منكم غير دعوات ليها ولاسرتها بصلاح الحال، فما تبخلوش عليهم بالدعوات دي وان شاء الله لكم بالمثل. هو ده الزيت اللي احنا عملنا له عملية غسيل. قد ايه كل خواصته اتغيرت، قد ايه ريحته بقت ممتازة، قد ايه هيديكي صابونة مختلفة جدا. انسي كل الطرق اللي عملت بيها صابون قبل كده، انسي كل النتائج اللي انت توصلت لها قبل كده في تصنيع الصابون البلدي، لان تغيير الزيت معاكي هيتغير كل النتائج. بصي بقى، دي 3 كوبايات زيت، ومعايا نص كوباية مية مدوبة فيها 6 معالق من الصودا الكاوية، معالق مهزوزة مش معالق مليانة. كنت مدوباها قبل الشغل ويدوب هدت بس، يعني بقت بدرجة حرارة الجو. هنزل بيهم على الزيت وهقلب علشان اخلط الزيت والصودا على قد ما اقدر، على الاقل لمدة 5 دقايق. هقلب تقليب سريع وانا واقفة قدام الزيت. بعد كده هبتدي اضيف اضافاتي واحدة ورا التانية، وهبدأ اول اضافة معاكي بالمكون اللي بكلمك عنه، بس انت هتشوفيه قدامك، لكن هو ايه وسعره كام وبنجيبه منين كل ده هتعرفيه في اخر الفيديو ان شاء الله. اول الزيت ما ابتدى يتقل زي ما انت شايفه كده، هبتدي اضيفه حوالي 3 معالق كبار وهقلب كويس قوي. تقليبه هياخد منك وقت، سرعي التقليب وقلبي في اتجاهين، يعني بشكل ترددي كده، هيدوب معاكي خالص وهيختلط بالصابون. هقلب وبعدين هضيف باقي الاضافات حسب طريقه ام يوسف هاني بالظبط زي هي ما قالت. اي شغل بنقدمه تقدري تعدلي فيه، ممكن توصلي لنتيجه افضل، تكتبها لنا في تعليق نعرضها في الفيديو، كل الناس تستفيد وانت تؤجري. هضيف كيس من اوكسجين باي ريحه انت بتفضليها، انا هنا ضفت نسيم الشرق، كيس صغير من ابو 2 جنيه، وزن الكيس 30 جرام، وهقلب كويس قوي. بعد كده هضيف كيس تاني من اوكسي بلاك، برضو نفس الحكايه، الكيس ب2 جنيه ووزنه 30 جرام، وهقلب برضو. اضافه الكيسين دول في التوقيت ده هتخلي الصابون يتصبن معاكي بسرعه، والقوام بتاعه يتقل بسرعه، واللون بتاعه يفتح شويه، والريحه تكون افضل ما يكون. انت متوقعه الزيت اللي احنا عملنا بيه الصابون اصلا ريحته عامله ازاي؟ زي ما قلت لك، كمان انت هتضيفي له ريحه المكون اللي هنشتغل بيه وريحه الكيسين اللي احنا اضفناهم من الاوكسي، يعني معاكي صابونه ريحتها تحفه ممتازه. هقلب لحد ما اوصل لاثر، وزي ما بقول لك كده هتوصلي لاثر بسرعه. انا بدات في الصابون وبضيفه وبقلب لحد ما صبيت الصابون، ما سبتوش ورحت في اي مكان. العمليه مش مستاهله منك اكتر من 5 دقايق شغل وربع ساعه الصابون يتماسك، وبعد كده هتسيبيه براحته بقى يتصلب. بصي، اول ما يتماسك هتيجي تلمسيه كده بايدك هتلاقيه بيلزق، ده نتيجه الاضافات اللي احنا حطيناها. سيبي الصابون براحته خالص، كل اللي عليك انك تتابعيه علشان لو محتاجه تقطعيه او حاجه. لو في قوالب زي دي عادي بص عليه، بس اول ما تضغطي عليه بايدك تلاقيه نشف وعضم وما بيلزقش في ايدك. فرغي القوالب زي ما هنعمل دلوقتي. احنا ضايفين كميه صودا
اقل من العاده. يعني احنا في العاده بنحط معلقتين كبار مليانين هرميين احيانا، لكن النهارده احنا حاطين معلقتين مهزوزين لكل كوبايه. شايفه العلبه دي؟ عرفتي انا اشتغلت بايه النهارده؟ طبعا عرفتي، الناس اللي بتستعمله اكيد عرفته. بص بقى، قعد قد ايه الصابون عشان يوصل للمرحله دي؟ قعد معايا يومين بالظبط، لان انا شغاله بكميه صودا اقل من العاده. هفرغ القوالب وهنجرب مع بعض النظافه، وجربنا الرغوه في اول الفيديو. ودلوقتي بعد ما افرغ القوالب دي كلها هكلمك عن المكون ده، عن سعره وعن الاماكن اللي موجود فيها وعن خواصه. وانت كمان لما تجربي الوصفه يا ريت اي حد فيكم عنده معلومه عن المكون ده يكتبها لي في تعليق. قوالب الصابون بتتفرج معايا بسهوله جدا، القوالب معضمه ومتماسكه، وهتسمعي صوتها دلوقتي وانا سمعتك صوتها بعد يومين في اول الفيديو. في فرق طبعا في الصوت، وركزي في الفيديو كويس قوي. ركزي في الصوت اللي انا هعمله دلوقتي قدامك واصوره واسمعه لك، وركزي في الصوت اللي شفتيه في اول الفيديو. كل الصابون ما بينشف وبيعضم الصوت ده بيتغير خالص، بيرن كده زي الطبله، صوت بتحسي بسعاده لما تسمعيه. اسعد لحظه لما تيجي تصنعي صابون هي اللحظه دي اللي انت بتفرغي فيها القوالب، واللي بعدها على طول لما تسمعي الصوت. اما النظافه والرغوه فانت عارفاهم ومتاكده منهم وجربتهم كتير. 6 قطع صابون، والسبعه صغيره شويه، بس برضو السبعه دي ممكن تقعد معاكي 3-4 ايام على الحوض. هتخلي لك الالومنيوم ستيل، هتخلي لك كل حاجه عندك نظيفه وبتبرق. هو ده المكون اللي هي فكره اختكم ام يوسف هاني، الفروت فواكه او الفوار اللي بيبقى في الصيدليه لعلاج الحموضه. العلبه دي سعرها 25 جنيه وفيها 6 اكياس، جبتها من الصيدليه. انا حطيت في الوصفه 3 اكياس بس، لكل كوبايه زيت كيس واحد بس. الكيس حوالي معلقه كبيره، برضو مهزوزه مش مليانه. هيخلي ريحه الزيت ريحه الفواكه، اصلا الزيت ريحته حلوه قوي، كمان هو هيعززها جدا. هو فيه حمض الستريك وفيه بيكربونات الصوديوم وفيه ماده ثالثه اسمها، انتوا هتعرفوا لما تشتغلوا بيه، انا اول مره اشتغل بيه. عايزاكم كلكم تعملوا بحث عن المكون ده وتكتبوا لي اي معلومه عنه في التعليق ان شاء الله باذن الله. انا اشتغلت بيه والصوانه حلوه جدا ونتيجتها مرضيه جدا وبتنظف جدا وريحتها تحفه وممتازه. هتعمليها بزيت من اللي احنا غسلناه او نقعنا فيه قشور موالح هتكون نتيجته حلوه قوي. هتعمليها بزيت عادي انت استعملتيه مره ولا مرتين بالكتير هتاخدي نتيجه ممتازه. هي كمان كانت ضايفه معلقه مسحوق بودر، بس بصراحه انا لقيت الوصفه مش محتاجه لها خالص فما حطيتهاش. تقدري تحطيها لو انت ما عندكيش زيت منقوع او زيت مغسول. هنا انا بجربه معاكي في الشراب. ما تنسوش اختكم من دعواتكم، ما تنسوش تعملوا بحث عن المكون ده، ما تنسوش تكتبوا لي تعليقات باللي انتوا وصلتوا له، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان الفيديو ينتشر ويوصل لعدد كبير وكل الناس تجرب وصفاتنا وتستفيد منها. بحبكم جدا في الله، اشكركم، السلام عليكم.